Why is he running, Dad? Because we have to chase him. He didn't do anything wrong. Because he's the hero Gotham deserves. But not the one it needs right now. صباح الفل أو مساء الفل. حلقة النهاردة فيلم معظمنا اتفرج عليه أو سمع عنه. الفيلم ده هو The Dark Knight، الجزء الثاني من ثلاثية المخرج العظيم كريستوفر نولان. خلينا نبدأ على طول في تحليل الفيلم عشان أنا عارف معظمكم ممكن تتفرجوا عليه، ويا ريت بقى المرة دي تجربة لو عجبتكم تقولوا لي هل نلخص برضو الأفلام ولا نخش في الموضوع على طول. المهم خلينا نبدأ. الفيلم ده غير منظور الناس يا جماعة لأفلام السوبر هيروز، لأنه قدم بعد فلسفي للموضوع. خلينا نبدأ أول نقطة معانا النهاردة وهي الشخصيات، والفيلم ده قوته في شخصياته لأنها متاخدة من الواقع. نبدأ طبعا ببروس وين ذا باتمان. على مدار الفيلم تشوف شخصيتين عكس بعض تماما، المليونير المدلل اللي مش مهتم بشركته ومنغمس في نزواته، وشخصية تانية خالص وهي حامي المدينة الليلي المستعد يضحي بنفسه من أجل سلامة الناس. وننتقل لشخصية تانية وهي هارفي دنت اللي بيشغل منصب المدعي العام، الراجل الشريف اللي قبض على جميع المجرمين ولأول مرة خلى مدينة جوثام خالية من الجريمة المنظمة. وعلى النقيض شخصيته التانية اللي بتطبق القانون بالطرق الغير شرعية اللي هي ايه؟ دبل فيس. ونوصل بقى لشخصية مهمة جدا وانا عارف ناس كتير منكم بتحبها، وهي الجوكر اللي بيبان لينا في اول الفيلم انه مجرد مجرم مجنون مش اكتر، ولكن شخصيته التانية بتتكشف لينا وانه شخص فاهم الناس كويس جدا وبيحاول يثبت وجهة نظره ان الناس دي هتموت بعضها ومش هيبقى في قلوبهم برحمة لو الخطر وصل لهم. الثلاث شخصيات دول يا جماعة بالذات هم أعمدة القصة، وده لأنهم واقعيين جدا. ولو دورنا حوالينا هنلاقيهم في دوائرنا الشخصية. بروس وين الشخص اللي دايما مفهوم غلط والناس بتهاجمه، لكنه مستعد يضحي بنفسه عشان ينقذ غيره بسبب فقدانه لوالده ووالدته وهو طفل. غصب عنه مش هيقدر يغير من إحساسه إنه لازم يساعد الناس. أما بقى هارفي دنت الشخص المستقيم اللي متفوق اللي دايما بيمشي على القانون زي ما بنقول بالمسطرة، بيحترم القوانين، لكن لما الدنيا بتيجي عليه بيتحول لأسوأ واحد أنت ممكن تقابله في حياتك. والشخصية دي قابلناها في كذا فيلم مصري قبل كده، إن لما الدنيا بتيجي عليه بيظهر بقى شخصيته الحقيقية. وأخيرا يعني آخر الذكر وأهمهم في الفيلم ده بالذات الجوكر الباد بوي اللي مش همه حد وبيأذي اللي حواليه، ولكن الناس مش بتكرهه بل بيتعاطفوا معاه وبيشوفوه انه اكيد بقى كده بسبب مشكله في طفولته او حد اذاه نفسيا. وده مش كلامي على فكره، دي اراء الناس انا جمعتها قبل كده وفي بعض منكم بعت لي على الانستجرام، فخليني اقول بعض من اللي اتقال لي كده بالنص. الجوكر كلام منطقي وبحب جنانه. رد تاني متعاطفه معاه بصراحه، حياته قبل كده كانت هي السبب. اما بالنسبه لباتمان فكانت الردود باتمان هو الشخص الكويس، باتمان عشان بيعمل الحاجه الصح حتى لو مش حبها دلوقتي بس هي الحاجه الصح. فدي كانت بعض من ردود الناس على كنت بسأل مين بتحبوا مين باتمان ولا الجوكر. وبالإضافة للموضوع اللي بنتكلم فيه ده في شخصيتين كمان ليهم دور مؤثر، وهم ألفريد مساعد باتمان الوفي واللي دايما بيساعده وبيكمل له الصورة الناقصة، وريتشل الحبيبة اللي بتقوم بدور الحافز لبروس وهارفي، والاتنين مستعدين يضحوا بنفسهم وكل مدائهم عشانها. وده ياخدنا لتاني نقطة وهي الحافز النفسي للشخصيات. وفي الفيلم ده الحافز النفسي بيتمثل في الخسارة. كل شخصية من الثلاثة الأساسيين خسر شيء عزيز جدا عليه. باتمان خسر أبوه وأمه في سن صغير وشافهم هم بيموتوا قدام عينيه عن طريق شخص كان بيحاول يسرقه. هارفي دنت فقد حبيبته وهو كان بيكلمها قبل موتها بلحظات على التليفون لايف كده ومكانش قادر يعمل حاجه. اما بقى الجوكر مراته سابته بعد ما شوه وشه عشان يحسس ان هو مش وحشه، ولكنها سابته برضه وقالت له ان منظره لا يطاق. ولكن الجوكر وباتمان مروا بحدث اضافي، حاجه اكسترا. باتمان خسر حبيبته ريتشل، اما الجوكر فتعرض لعنف اسري من ابوه. وهو ده مبدا الجوكر، ان الناس بتبان على حقيقتها وقت ما يخسروا شيء غالي قوي عليهم او يتم رفضهم من الناس. وكان في جمله مهمه قريتها فحواها ان كل ما الضغط زاد على الشخصيه كل ما كانت اختياراته معبرة عن طبيعة شخصيته الحقيقية. وده كان واضح مع باتمان وهارفي دنت لما الجوكر خيروا بين هارفي وريتشل. باتمان اختار حبيبته على حساب الناس، نفس الكلام مع هارفي لما ريتشل ماتت تحول لوحش ونزل يحاسب أي حد كان ليه مسؤولية في موتها حتى لو كان مجرد ضابط فاسد. وده بقى يا جماعة يوضح لنا طبيعة كل واحد فيهم. تالت نقطة معايا النهاردة هي الصراع النفسي الداخلي للشخصيات. بمعنى ايه؟ يعني أول واحد معانا بروس وين، هل يفضل بروس وين ولا هو باتمان؟ أسيب الناس ولا أساعدهم وأضحي بحياتي الشخصية؟ وده بالمناسبة كان صعب رفض حبيبته ليه. نفس الكلام لباتمان، أكشف هارفي دنت وأبقى أنا البطل ولا أخليه في صورة البطل وآخد أنا اللوم؟ بعد كده نشوف هارفي دنت يسمع كلام الناس ويهاجم باتمان كمجرم ومطبق للقانون بطرق غير شرعية، ولا يعترف بيه كمساعد في مكافحة الجريمة ويديله التقدير اللي يستحقه بس كان ممكن يخسر شعبيته. وأخيرا الجوكر، هل الجوكر ينتقم من المجتمع اللي رفضه بطريقة مباشرة ولا تكشفهم على حقيقتهم وتسيبهم يدمروا بعض وتحس إن أنت ما كانش فيك عيب؟
وده ينقلنا لاخر نقطه وهي الاختيار. كل واحد من الشخصيات بيقوم باختيار في كل مرحله من الفيلم. باتمان لما اختار ينقذ حبيبته، ولما اختار انه يتحمل مسؤوليه موت هارفي دينت عشان بس الناس ما تفقدش الثقه في بطلهم، مع ان ده كان بيخليه مطارد من الشرطه ومنبوذ من الناس. هارفي دينت اختار برضه طريق الشر بعد خساره حبيبته، رغم ان ده عكس مبادئه وده كان السبب في موته. وبرضه اخرهم طبعا الجوكر واختياره ان يسيب القرار للناس والمساجين مين فيهم هيختار يفجر التاني، لمجرد انه يثبت وجهه نظره ان الناس ممكن تبوظ بعض، وبرضه كلفه فشل خطته. فكل واحد فيهم عمل اختيار ما، والاختيار ده وصله لحته معينه، وكان ليه توابع ما هو كل واحد فيهم تعامل معاها. بس فكل اختيار وكل واحد فيهم عمله كان ليه توابع معينه، وكل واحد فيهم تحمل التوابع دي. واخر حاجه معانا النهارده عشان عارف طولت عليكم هي المعاني اللي ورا الفيلم. البطل يا جماعه مش شرط يكون عنده قوه خارقه او شيء استثنائي، ولكن البطل هو اللي بيتحمل اللوم وبينقذ الموقف رغم عدم تقدير الناس ليه. البطل يا جماعه ممكن يكون امك او ابوك او صديق او حبيب ليك. الناس دي اي حد فيهم خلاك تتخطى اي موقف صعب، وكان جنبك سواء جسديا او معنويا، وطمنك ان العالم ما انتهاش. البطل يا جماعه مش دايما بيحصل على التقدير اللي يستحقه، ولكن بيكمل في دوره عشان هو يقدر يستحمل ده. وده كان جزء من جمله في اخر الفيلم، باتمان بيعمل كده عشان هو يقدر يتحمل اللوم. Why is he running, Dad? Because we have to chase him. He didn't do anything wrong. Because he's the hero Gotham deserves. But not the one it needs right now. الانفلونسر الحقيقه يا جماعه هو اللي بيساعد حد يكمل في الحياه رغم صعوبتها وقرفها وكل اللي فيها دي، مش مجرد شخص بيشارك الناس نجاحاته وايامه الحلوه وينزل حاجات تضحك الناس وخلاص. الجوكر كان بيضحك برضه بس مش مهتم بالامر خالص. واتمنى لو انت وصلت للجزئيه دي ان انت تشكر اي حد ساعدك في حياتك حتى لو بكلمه. التقدير يا جماعه ليه مفعول سحري. تاني معنى، اعمل الصح رغم انتقاد الناس. الناس والمجتمع مش بتتقبل اي شيء مختلف عنه، بيهاجموه ويتنمروا عليه عشان بس هو مختلف، وكأن ذنبك الوحيد كونه مختلف. كانوا بيهاجموا باتمان وهو بيحميه، وبيحبوا هارفي دينت رغم انه تحول لشرير. وباتمان هنا بيمثل النضج الفكري والنفسي لما قرر انه يتحمل مسؤوليه موت هارفي عشان بس الناس ما تفقدش قدوتها، وتقبل فكره الناس مش هتتقبله ومش هتشوفه شخص كويس، فاختار انه يعمل الشيء الصح رغم عواقب الفعل ده. ونقطه كمان اخيره وهي ان الرفض او الشعور بالنبذ، ان تكون منبوذ، هو اسوأ احساس واقوى محرك لاي شخص. شعور انت خسرت كل حاجه او انت ما خلاص ما بيضلكش اي حاجه، وحافز قوي جدا ومحرك قوي جدا لاي شخص. هارفي دينت تحول للنقيض بعد خسارته لحبيبته. الجوكر نفس الكلام. بروس وين هنا بقى خسارته لاهله خلته يبقى باتمان. الثلاثه الاساسيين الكاركترز اللي بدانا بيهم كلامنا كل واحد فيهم شعر بشعور الرفض او النبذ او الخساره، ولكن كل واحد فيهم اختار طريقه، وفي النهايه كل واحد فيهم حصل على نهايته المختلفه، واللي كمل فيهم هو باتمان. في نهايه الحلقه اتمنى ما حدش يمر بشيء زي ده، ولو كان يا جماعه الامر في ايدك بلاش تحسس حد بده. يعني في نهايه الحلقه برضو كالعاده اتمنى اكون حاجه عجبتكم، اتمنى ما اكونش طولت عليكم. يا ريت ما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتس او تبعتوا لي رسائل نكمل بالشكل ده، ولا نلغي ونخلي التلخيص زي ما كنا. المهم انا كنت معاكم عمر الدش كالعاده من مسرح الاساطير والافلام. سلام.